بيقولوا في الأمثال إن الدهب زينة وخزينة، والمثل ده هو الحقيقة اللي تاهت عننا في زحمة المظاهر. بقينا نرمي شقة عمرنا في شوية كراتين، ونسينا خالص إن الستر الحقيقي في القيمة اللي بتعيش وبتصون. النهاردة الحكاية فيها وجع قلب، بس برضو فيها عقل. أهلا بيكم في قناتي هنحكي مع روح. ساعات وأنا ماشية من قدام اسم الشرطة قلبي بيتعصر وأنا معدية، لما أشوف جهاز العرايس والعفش المركون على الرصيف متبهدل من الشمس والمطر والتراب. أنا عاوزة أعرف الناس اللي بتعدي وبتشوف المنظر دوت بيخليكيش تفكري ليه نربط كرامة بنتنا في شوية خشب وأجهزة بتقدم وبتبوظ؟ وليه ما نفكرش نسند ظهرها بحاجة قيمتها فيها؟ يا حبيبتي يلي بتسمعيني، أنا مش بفول على حد، ربنا يسعد كل البنات، بس العقل بيقول إن الستر مش بكتر الأطقم ولا بالنيش اللي واخد نص الشقة. لو الفلوس الزيادة دي اتحولت لحاجة بسيطة دهب في ايد بنتك، او حتى مبلغ يتحطلها في البنك، مش ده هيكون أستر ليها وأكرم لها؟ الدهب سند وقت الشدة وغطى للزمن، ومحدش يقدر يرميه في الشارع ولا يبهدله. لكن الأجهزة بتصدي والموضة بتبطل. الدهب عز، خلوكم أذكياء، وفروا في المنظرة الكدابة واستثمروا في الأمان الحقيقي. خلوا جهاز بناتكم يكون عون ليهم مش حمل عليهم وعليكم. حبيت أفضفض معاكم من قلبي، لأني أنا خايفة على بناتنا من اللي أنا بشوفه وبسمعه كل يوم. قولولي بصراحة، هل فعلا الذهب أو الفلوس أضمن لكرامة البنت من العفش والنيش اللي يدوب بنفتحه ونمسح التراب ونقفل تاني؟ مستنية أسمع رأيكم. لو وصلتوا معايا لهنا متنسوش اللايك عشان الفيديو يوصل لغيركم، والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.